بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي موقع الإسماعيلي SC، سعيدنا النهارده إن احنا نكون في قلب الحدث وملعب رقم 2 النادي الإسماعيلي اللي قام بإنشائه حاج حمد. حاج حمد، كل سنة وحضرتك طيب. انت طيب وصحة السلامة. وعدت ووفيت. الحمد لله رب العالمين. انا قابلتك بالصدفة طبعا، مش ما أنا بالصدفة. أنا بقالي فترة عايز أعمل معاك حوار بس مش لاقي. فالحمد لله أنا لما بوعد ما بخلفش، وأنا بقول أي حاجة هقولها إن شاء الله هوفيها، لأن أنا بوفي لبيت ابني محمود والنادي اللي أنا انتميت ليه من صغري. فأنا الحمد لله رب العالمين آخر مرحلة أهو إن شاء الله الافتتاح إن شاء الله بعد العيد. احنا كنا معاك من أول ما كنت بتسوي الملعب وبقول للناس اللي بيقولوا مفيش ملاعب اتعملت، انا بقول للناس الملعب اتعمل. الصوره ما بتكذبش، الملعب اهو. وان شاء الله طول ما انا في حي ارزق واقدر ادي النادي الاسماعيلي هعمل النادي الاسماعيلي. طب حاج حمد، ان شاء الله يمكن في مراحل بعد كده هيتسوى ويتقص ويتعمل. شايفك مش عاجبك المنظر الخارجي ده؟ ما هو زي ما انت شايف المنظر ده طبعا. بصينا كده طبعا المنظر ده من زمان وانا باجي مع محمود والمناظر دي موجوده، فان شاء الله كل ده انا هعمله وهفرج الناس على الحته ديت برضو. يعني هيتنضف كل ده هينضف. وان شاء الله هعمل الطريق دي ان شاء الله. المدخل ده مدخل نظيف ومحترم يليق بالنادي الاسماعيلي اللي هو في ناس كتيرة تجهله يعني. وبالذات في ناس مسؤولة، يعني المفروض من الأول الناس المسؤولين يعني شافوا الكلام ده. فللأسف يعني إن شاء الله اللي هنقدر طالما أنت قلت هتعمل إن شاء الله هتعمل. لا ده خير دليل. الملعب والنجيل اهو شكله صراحة يفرح. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون معاك في الافتتاح بامر الله ان شاء الله. والشكل اللي انت شايفه ده بوحشته وان شاء الله هتشوفوا زي الملعب بالظبط ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. وهيشرف الناس اللي هتيجي تفتتح مين يا كابتن هيجي يفتح الملعب بقى؟ عازم حد ولا في حد مسؤول؟ والله انا لسه ما اقدرش اعزم ولا اقول الا بعد ما الملعب واخططه واحط عرضه ويبقى يليق بالناس اللي هتيجي ان شاء الله. يعني بعد العيد، مش شرط بعد العيد مباشره، ممكن ياخد لا ياخد فتره بعد العيد. يعني المهم انه احنا مش مستعجلين عليه، لازم يطلع مظبوط. المهم يطلع بصوره مشرفه للنادي الاسماعيلي وبصوره مشرفه للاهداء بتاعي للنادي الاسماعيلي الملعب ده. فان شاء الله يعني بعد العيد هيصير خير ان شاء الله في كل اللي انت شايفه ده ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. واحنا نتمنى لك التوفيق ويا رب من تقدم لتقدم. الله يبارك فيك. تكون معانا باستمرار ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. متشكرين يا حبيبي.